تخيل تصحى من النوم الصبح تلاقي الحاجة اللي كان نفسك فيها وخايف إن سعرها يزيد ينزل من سعرها أكتر من 30% وما يبقاش مجرد خصم اليوم واحد، لأ ده سعرها الجديد. ده بالظبط اللي حصل مع موبايل السامسونج S25 ألترا، علشان شركة سامسونج بقت خلاص بتصنعه محليا في مصر وسعره نزل من 77,000 جنيه لحوالي 60,000 جنيه بس، وفي احتمال إنه هيرخص كمان تاني. وهنا يجي سؤال مهم ناس كتير بتسأله، هو ده تصنيع بجد ولا مجرد قطع بتتجمع وخلاص؟ علشان نجاوب على سؤال زي ده محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية ل 2013 لما سامسونج فتحت اول مصنع ليها في مصر في بني سويف. المصنع ده اتعمل عشان يتصنع فيه الشاشات واجهزه التابلت، وحصل ان المصنع ده بقى يصدر اكتر من 85% من انتاجه لاكتر من 55 دوله حوالين العالم، لحد ما جينا لاكتوبر 22 واخدوا القرار ان هم خلاص هيصنعوا موبايلات كمان عندنا في مصر، وبداوا بسلسله سامسونج جالاكسي اي اللي اتعمل لها ماركتنج بشكل كبير جدا وشغال لحد النهارده. وبعد النجاح الكبير جدا اللي حققوه رسميا اعلنوا ان هم كمان هيصنعوا موبايلات الفئه العاليه بتاعتهم من فئه الاس والفولد والفليب عندنا في مصر كمان، واللي حصل بسببها التخفيض الكبير في اسعار موبايلات سامسونج دلوقتي. بس احنا لحد دلوقتي لسه ما جاوبناش على السؤال نفسه، هو احنا فعلا بنصنع عندنا في مصر ولا احنا بنقفل وخلاص بنحط كلمه ميد ان ايجيبت؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده بجد خلينا نبص على اكبر دوله صناعيه في العالم وهي الصين. الصين في بدايتها اعتمدت على حاجتين اساسيين، اول حاجه هي تصنيع وتجميع الحاجات البسيطه، تاني حاجه اعتمدت على رخص العماله اللي عندها وكترهم. ومع الاستمراريه الصين وصلت وبقيت اكبر دوله صناعيه في العالم كله، وبيتعمل لها مليون حساب مش 1000 حساب بس خليني اقول لك المفاجاه الكبيره ان مفيش حاجه الصين بتصنعها كلها من الالف للياء. وخلينا نروح لاشهر حاجه الصين بتصنعها وهي اجهزه الايفون. خليني اقول لك ان الصين اصلا بتجمعها بس مش بتصنع منها اي حاجه، علشان عندك مثلا الشاشات بتيجي من سامسونج في كوريا، البروسيسورز بتيجي من تايوان، الاستورج والميموري بتيجي من اليابان. والصين بتعمل حاجه واحده بس وهي التجميع، وهي اشطر حد في العالم بيجمع، علشان كده كل الشركات الضخمه في العالم بتجمع في الصين. شايف بقى اللي الصين عملته بقت شاطره فيه قوي، ده هو ده بالظبط اللي مصر بتعمله دلوقتي. وشركه بحجم سامسونج بنفسها مش بس زودت الانتاج، لا كمان طلعوا في تصريحات وقالوا ان مصر جزء اساسي في خططها للشرق الاوسط وافريقيا، وده بسبب 3 حاجات اساسيين، ان احنا عندنا عماله صغيره في السن وكمان بتتعلم بسرعه وشاطره، تكلفه الانتاج عندنا قليله، وكمان السوق بتاعنا فيه طلب كبير. بس ده مش معناه ان المكسب رايح للشركات بس، لا احنا كمان كسبانين، وده علشان المصنع بيوفر اكتر من 5000 فرصه عمل للشباب من عندنا، والتصنيع المحلي بيقلل من الاستيراد وبالتالي بيوفر من العمله الصعبه، لا كمان ده بيصدر وبيجيب لنا منها كتير. واخر حاجه واهم حاجه بصراحه ان التكنولوجيا اتنقلت عندنا وبقى عندنا النو هاو، وهو ده اهم حاجه. في 2023 سامسونج كان انتاجها 1,200,000 موبايل، ووصلوا دلوقتي ان هم بيستهدفوا انتاج اكتر من 6 مليون موبايل في السنه الواحده، وكمان عايزين يزودوا التصدير بنسبه 30% على مدار ال3 سنين اللي جايين. الحاجه الحلوه في كده ان سامسونج مش لوحدها، الفكره ان لما شركه بتخش وبتستثمر بشكل كبير وبتنجح فعلا شركات تانية بتيجي وراها، وده اللي احنا شايفينه بيحصل دلوقتي في العربيات، شركات كتير عماله تيجي وتستثمر في مصر انها تصنع محلي. في الاخر عايزك تعرف ان التجميع هو مرحله مهمه جدا واساسيه من مراحل التصنيع، ومن غيرها عمر المنتج النهائي ما هيوصل لك. وبرضه لازم تعرف ان مفيش دوله في العالم بتصنع كل حاجه من اولها لاخرها بنسبه 100%، وده ببساطه لان اللي هيعمل كده هيخسر، وده علشان كل مكان معين هو شاطر في حاجه معينه اكتر من اي حد تاني حوالين العالم، وبالتالي ده بينعكس ان هو بيقدر ينتجها ارخص من اي حد تاني، وفي الاخر بنجمع كل مكون من ارخص حد بيعمله علشان يطلع لنا منتج نهائي سعره انا وانت نقدر نشتريه ونستعمله. وبس كده، قولوا لي في الكومنتات شايفين ان الناس هتتجه انها تشتري موبايلات سامسونج فلاج شيب في مصر بعد النزول الكبير في اسعارها وهيسيبوهم من اجهزه الايفون اللي سعرها باعد، ولا الطلب على الايفون هيفضل كبير زي ما هو ومش هيقل؟ اتاكد انك تعمل سبسكرايب علشان ده هيدعمني وهيدعم القناه، وكمان عشان تشوف الفيديوهات الجايه. سلام.